بصير حبيت هاي لونها ولا انتي فيروس اسمه كيف يعني؟ كأنه ما بعرف مثل بوبت يعني؟ مثل البابيت. لا بدك تركب شيء. ما حبيناها بيرلا، ما حبيناها. شو الثاني؟ انا خبيتها. هاي بس هي للي عمره 6 سنين يا بيرلا. هاي عندك منها. هاي شوفي عندك منها. انا منها ليجو. هاي ما في ليجو منها مثل هذا اللي لعبت فيه هلا عند دكتور. كنفو. والله ما في ثاني. ماما تبي كنفو. نفو بتمسك كل شيء. يا سلام. طلع الشيطان. ماما يلا اسوي هيك هجاين. تعي ورجينا. تقدري كثير كبيرة عليك. بلا تدوخ، بلا بلا بلا. يخرج. يلا تعي ماما يساعد ماما. هاي كمان عنا منها. كلهم عنا اياهم. لازم بلدو ماما بلدو. بدك تسميهم كلهم ليدو. ما في دكتور. هاي دكتور. وين هي شو بتحب يعني؟ شو بدك بتحب؟ باربي؟ موي؟ زيني بي اكسم البيبي. هاي بتحمميه دوسو. لا. امبارح ما حكيت ولا كلمة، اليوم بتعوض كل شيء. شو بك بيرلا؟ طولي بالك. شوفي ما أحلاهم. لا. ما أحلاهم يا بيرلا، بس ما بدنا إياهم صح؟ بس لا. هيك حاسة بدها تقول ما أحلاهم بس ما بدي إياهم. بدي آخذ لها هاي الحي. طب هاد أب. بس انا ما اياها هدول. هذا حبيتي؟ ما بدي اياها. ما بدي إياه. هذا بتعالي وقت أنت ما عندك كل شيء بصير ما بقى شيء بيعجبك. أمم، تعي طيب شوف مكان. مثل وقت باخذك على محل المكياج ما بقى بدها هذه. والعطورات. بس شوف لهم شيء غريب. هي بدها لعبة تركيب ما تركيب، هيك خدي لرلا. بس انا اياهم ماما. لعبة ليجو. كل شيء عنا كل شيء صح بيرلا؟ طب شو ناخذ لك إذا هيك؟ شو هاي والله شكلهم هدول بيطلع منهم إنه مخلوقات غريبة. ما معروف. رجعت أبوها من وين؟ هون ألعاب الشباب والصبيان. إيه بتحب ألعاب الصبيان، ديناصورات، سيارات بتحب. سيارة. لا يوم ماما. لا يا الصبيان. تبهدلني بدري. ماما ماما بدك اياها اوفنيت؟ ما بدي. ما بصير هاي للبنات، ما بصير. لا. ما بصير يعني مثل إذا صبي أخذ باربي ما بتزبط صح ولا مو صح؟ ما بتزبط يعني ما بتركب صح. ها بس انا اياهم ماما. عنا اياها؟ لا فقدت فكرة البنت. منين عنا إياها هاي؟ ما عنا هاي إياها. جربيها. حلوة هاي؟ إيش في كمان قصص؟ كمان. بس هي عندها بسكليت وموتور. عندها كل شيء. ناخذ لها شيء مرجوحة، شيء قصة. هذا عندها هيك. تعي جربي هاد. اوكي. هاي. تعي جربي هاي. اوكي. هي كثير صغير هذا للبيبي اللي عمره سنين. كثير كلاعي. ما عجبتها. ها حبت هذيك. ما في. هاد شو هاد الأخضر؟ هاي نفسه كان عنا ببيتنا القديم. مشكلة هاي تمل منا بعد يوم. كل شيء عم بيملوا منه. وبدي اياه مفكر جبت له شيء يضل هيك كم يوم تحبه. ما بعرف، هذا الشيء صعب للأطفال، ما حتلاقي شيء ضلت. قومي ترجع توقعوا لي. قومي قومي حاج. بس تعرف تروج. تعي شوف شيء تاني. إذا ما لقينا شيء بناخذ هاي. أوبا. تحت قطع الزيت. تعي شوف شيء تاني. بس القطة هنا. لا بنرجع ناخذ. يلا شوفي ألعاب مائية. وهي بتحب هدول تبع الأكل والتقطيع البيتزا وهالقصص. ما تحبيهم أنتي مو؟ انا اياهم. انا بركض ماما. عنا إياها؟ طب بيتزا عنا منه؟ لا هني ما عندنا اياها. ها شفتي ما عنا بيتزا.
بدك بيتزا؟ لا بليز. ايه لا كل شيء لا. لا اله الا الله. شو خدي لها خلاط غسالة ما خدها ماما. مشان ما خدها هاي ماما هاي شو تنفول. بدها لعبة حبة تليفون، اللعبة الوحيدة اللي عنا منها حبتها، باقي كله ما عنا منه عم بتقول عنا منه. حلوة إذا بتنحل. هاي كاشير. الو. هاي شو هي؟ اوكي. هاي. كمان كاشير. نحكي له العاب ما في ولا شيء مغري حسيت. ما كده ما صار جبنا لهم كل شيء. هاي حلوة. شوفي هداك البيوت هون تعي. تحسها صحون وطناجر. ما بدنا صحون معالي عندهم غرفتهم غاوي كيف شو يشرفون. قولي؟ هدول شي البيوت هاي. والله حلوة. زيكن هاوس. مستشفى. الله والله حلو هذا. فوق طواحين. الباربي هذا ما عندهم هيك شيء. بيت الباربي. هدينا عمر 18 مانث يعني سنة ونص. شوفي هذا حلو بينا. مقولون. حلو ناخده. ناخده فنيت. والله كرجت لك. والله لساني. هاي الحبة من بين كل هالألعاب حبة هاي تبع البيبي. هاي حبة اياها أكتر شي. طب قولي بدك اياها او لا. هلا بحس مع ميلا اسهل. ميلا بتمسك اللعبة اول ما بتفوت وتقول خلاص هاي بدي اياها، بس هاي ما عندي متأكدة انه يقوم نروح على البيت تقول ما بدي. ما عم بعرف شو حبيت. ناخدها معنا. هاي ناخدها نشيلها. شيليها اذا بدك تاخديها على البيت. عم تقول للبيبي هاي حلوة. هي حلوة. اذا بدك اياها خديها معك. ناخدها؟ لا خذون. نتركها هون؟ هون مثل ما قلت لكم قبل شوي النظام الطبي مختلف كليا مختلف عن الدول العربية كليا. يعني قد ما شرحت لكم هو شيء اول ما وصلنا على هولندا كنا ننصدم فيه، بعدها تعودنا عليه يعني خلاص صرنا حفظانينه يعني. هون يعني اولا الدكتور قال لنا انه هو ما له اجراء سهل. قال لنا اذا بدنا نعمل لها سكان لمخها لا بده تدخل طبي، هو اجراء طبي بده تخدير، لازم تتخدر. ما بصير مثل الكبار انه يلا فوتوا صوروا راسكم وخلاص. الكبار سهل ما تتحرك بير ابدا. تخدير عام. الطفل صعب انه كان عم يقول الدكتور صعب انه ما يتحرك، فلازم تخدير عام. هيك كان عم بيقول لازم يتخدر الطفل حتى نعمل له تصويرة الدماغ، فهو مثل صار اجراء جراحي الا شوي يعني. فكان عم بيقول نحن ما بنعمله الا لما بيضطر الامر، انه خاصه للاطفال، لانه لما بيكون الدكتور شايف انه في حاجه. فبحاله بيرلا هو شايف انه ما في حاجه، فهو حطها على مسؤوليته يعني. ونحن ما بيطلع بايدنا شيء يعني. هلا اذا نحن شفنا على بيرلا انه والله في علامات غلط، بنروح بنقول لهم وبيفحصوها وبيصوروا. بس بما انه الامور ماشيه وعم تتحسن ان شاء الله خلص يعني ما في داعي نعرضها لبنج عام وندخلها مستشفى. يعني هي الصوره ما سهله، هي الصوره كانه عمليه بدها تصير يعني. فنحن سمعنا بنصيحه الدكتور وما ضلينا مصرين انه نعمل الصوره، لانه حسينا فعلا انه هو اجراء صعب، ما انه اجراء سهل تعملوا الصوره يعني. انه تخدروا طفل عمره 2 ونص ما انه شيء سهل يعني. وخاصه انه يعني اوكي هي لسه ما رجعت على طبيعتها، بس الحمد لله واعيه يعني، ما انه والله فقدت ذاكرتها او عم تنسى او هيك، لا الحمد لله يعني. خاصه اليوم الحمد لله احسن يعني. فخلص ان شاء الله خير يعني. امبارح عم بقرا رسائلكم كلكم عم تبعتوا لي انه لازم الطفل بس يوقع انه ابدا ما نخليه ينام، وانا للاسف كنت مفكره العكس. كنت مفكره انه بالعكس لازم ينام منشان يريح لانه تعب يعني. هلا هي الحمد لله اول ما وقعت ما نامت فورا، ضلت لها ساعه ساعتين لسه مو نايمه، بس بعدين بعد ساعتين وقت شفتها تعبت انا نيمتها بحضني. فانا ما كان لي خبر بهي المعلومه انه ما بصير الطفل ينام. ليش ما بصير ينام؟ يمكن مشان وظائف
دماغ الحيوية ضل شغالة، مشان ما يصيب غيبوبة وهو نايم، ما تحسي عليه، ضلي تراقبي تصرفاته وحركاته كل هالقصص. يعني انا مشان هيك شاركت هاي الرسالة، لانه انا ما كنت بعرف انه الطفل ما بصير ينام بعد ما يوقع، فمشان انتم كمان اللي ما بيعرف مثلي يصير عنده علم كمان. فممنوع الطفل ينام. وفي معلومة تانية كمان قلتوا لي اياها، نسيت، قلت لك قالوا لي شغلة وانا كمان ما كنت بعرفها. الاستفراغ يمكن؟ لا بنعرف. لا الاستفراغ بعرفها، هلا اذا رجعت تذكرت بحكي لكم اياها. والله انتوا عم بتخوفوني بزيادة. حسام كل الرسائل عم بيقولوا لي ما بصير لازم تصوروا لها كلهم. حسام مقتنع مع الدكتور انه عادي ما بدها صورة. شو اعمل انا طيب؟ انا صرت بالنص. يعني بتعرفوا امبارح الدكتور وقت رحنا لعنده حسسنا انه انتوا ليش جايين؟ انه شغل، انه ما في داعي تجوا يعني. خلص انه ما دام قال هو سألها كم سؤال وهي بوعيها وهيك، وقال انه عم بتقوم وبتتحرك وامورها تمام. الشخص اذا ما كان عم بيموت ما بيعالجه. بنظره اذا ما كنت عم بتموت ما في داعي تجي على المشفى ابدا. انه انت عم بتضيع وقت غيرك وعم تاخذ محل غيرك ممكن يكون حالته ابشع يعني. ف قالنا انه انتوا ليش خايفين؟ ما في شيء، خلص رجعوا على البيت ما فيها شيء. ولما شافني انه انا هالقد خوفاني عليها قال لنا تعوا بكره لنتاكد اذا لساتها حالتها هيك يعني. ف اذا الدكتور ما رضي والمشفى ما بتعمل شيء بدون ما تحويله من الدكتور، شلون نقنعهم يصوروا لها لبيرلا؟ شلون؟ فهموني طيب. ما شاء الله بيرلا قدامه الدكتور كل مره بتروح هي بتروح بطلة مغارة قدامه بتورجيه ان انت ما في منه ابدا مصحصحه على الاخير يعني. الا فيك شيء امور تقول له تمام خذ يعني سوبر. عم تحكي معه بالهولندي يعني مركزه هولندي، فعم تفصل الهولندي على العربي يعني. فوقت عم بشوف الدكتور هيك يقول ما في شيء يعني، مع انه انت جاوبك كويس وهيك لا سمح الله اذا في كسر او شيء مشكله مو كسر يعني شعر بالجمجمه بيلحم لحاله بيطيب يعني ما فيه يعمل شيء، عرفتوا؟ مهم انه في عيونه صح، استجابته صح، عم تحكي صح، خلص معناتها ما في هيك انتهت القضيه. فما بعرف شو عم يبعثوا لك الناس، انت خفتي؟ كلهم عم بيقولوا لي لازم نصور كلهم. ما بعرف شو بدنا نسوي. هذا النظام الطبي مختلف عن الدول العربية. ليش؟ لأنه إذا كل حدا صار معه شيء وراح أخذ ابنه على الإسعاف، ساعتها الإسعاف بيتعبى ناس وما بقى بتعرفوا لمين الأولوية، ما بقى بتعرفوا مين اللي لازم فورا ينسعف ومين اللي أخذ محل غيره. ساعتها بتتعبى الإسعاف حالات بنظرهم ما أنا إسعافية، والشخص اللي لازم ينسعف ما بيضل له محل. لذلك عاملين هذا النظام انه بتدقوا تليفون وبيستفسروا عن الحاله، وحسب الحاله بيقولوا لكم تعوا او لا، منشان المستشفيات ما تتعبى، منشان اذا في حدا عن جد عم بيموت يلحقوا يسعفوه، وما المشفى تكون معبايه ناس ما في داعي يروحوا على الاسعاف. يعني انتم بتعرفوا شلون قلب الاهل بيغلي على ابنهم، فممكن ياخذوا الابن او حدا مريض بالعائله هو يكون ما بده اسعاف. فاذا الاسعاف تعبت بهي الحالات ساعتها ما بيضل للشخص اللي عم يموت محل بالاسعاف، ولا بيضل في سياره تجي تاخده، ولا بيضل تخت له. لذلك عاملين هذا النظام انه لازم تدقوا تليفون، وعلى التليفون بيشوفوا وضعكم. غالبا بيقولوا لكم تعوا اذا انتم كثير مشغول بالكم او في شيء، غالبا بيقولوا لكم ايه تعوا نشوفكم. بس في شغله الناس ما فهمتها، اذا واحد عن جد عنده اصابه خطيره وبحاجه اسعاف، يا بيدق للاسعاف بيجوا خلال 5 دقائق، يا بيشيل حاله بيروح على خدمه الطوارئ عادي مثل اي دوله. ايه بس يكون في عم بيموت يعني بده يكون كثير اصابته قويه، ولا بتجي مخالفه. يعني اذا انت دقيتي هلا للاسعاف قلتوا لهم تعوا خذوني وانت ما كنتي عم بتموتي بتجيكي مخالفه ضخمه. فلازم يكون شخص عن جد عم يموت، والله الاسعاف تخلق عنده خلال ثواني. يعني كثير شاطرين بهي القصص، اذا شخص عم يموت كثير شاطرين والله يعزنا لهم يعني. هلا كمان في شغله، بتفوتوا على مشفى وتعملوا اي اجراء طبي، المشفى والدكتور ما بيستفاد منكم اي شيء، لذلك ما بيطلب الاجراء الطبي الا اذا كان في حاجه. يعني الدكتور ما بيقول ايه والله لا اعمل له هالعمليه بلكي انا بربح منه، يعني ما في هيك شيء.
لانه ما في مشافي خاصه، يعني ما في مشفى بيملكه حدا. لا بجوز فيه، بس التحويلات اللي نحن بناخذها كل بالعاده شيء الناس بحولونا على مشافي عام. حكوميه، يعني كلها مشافي أي. حكوميه، ما في مشفى انه حدا بيملكه. او غالبا كمان هون كل الناس التامين الطبي اجباري، فالشخص انا مثلا اذا مرضت ما بدفع شيء، التامين بيدفع عني. فالمشفى والطبيب ما عندهم اي طمعه فيكم، اي طمعه انه والله تدفعوا زياده من شان هن يكسبوا. هن بالاخير الدكتور رح ياخذ راتبه ويمشي، ما عنده يعني استفاده منكم اذا عمل لكم اجراء زياده. لذلك بحسهم ما بيعملوا هاي الاجراءات الا اذا كانت لازمه. بينما ببعض الدول العربيه ممكن يعملوها بس خصوصي ليكسبوا زياده، يعني بتحسوا احيانا عن جد الطب تجاره. يعني انا كان يصير معي مواقف